المظاهر أو التصرفات اللي تدل إن ده تمرد من الأبناء المراهقين. يعني بعض الآباء والأمهات يقول لك شعره سيء جدا جدا، يعني مش هين عليه يحلقه، لابس في إيده الإسورة ولا الحزازة اللي بيقولوا عليها، ولا لابس سلسلة، البنطلون شكله إيه، التيشيرت عامل إزاي. البنات لا ده الحجاب فيه مشكلة، في حتة من الشعر باينة، لا ده مش عايزة تلبس فستان، ده عايزة البنطلون ده. ففي حبة تصرفات كده الأهالي بيبقوا شايفينها هي دي جل التمرد بتاع المراهقين البنات أو أولاد. هل الكلام ده صحيح؟ ونشوف مع حضرتك هلا انا التصرفات فعلا اللي نعرف إن ده تمرد ولا لأ. شوفي كيف هلا في عندنا قواعد وقيم في البيت. مم. مثلا احنا ما بنخرج عنها نهائي، انه مثلا الابن يطلع من البيت ويقعد للساعه 4 و5 الصبح مثلا. مم. هذا مم. إشي شو يعني؟ وين بده يروح بهذا العمر؟ طب مين الشله اللي معه؟ شله الاصحاب معه وين؟ هذا بيؤدي الى خطر، مش بس انه قضيه انه تمرد، لانه بده يجر لي خطر كتير كبير. ويمكن طبعا. انا شاهدت ناس كتير، مثلا خلينا اقول لكم انه مثلا بده ياخذ بتسموها العربيه عندكم في مصر، السياره أيوه، عندنا في اه الاردن. العربية. ده مفتاح السياره وبدي اطلع اسوق، انت معكاش رخصه. ما انا بعرف اسوق من انا صغير، ما انا تعودت اني اسوق معك. بالظبط كذا بالظبط. بتخلي الاب ينام، واجتني حالات زي هيك، بتخلي الاب والام ينام، تاخذ مفتاح السياره بتلف لها لفه بالشارع وبتروح. فعلا فعلا، وانا شفت ده بعيني في بعض الاوساط أه؟ المحيطه، ياخد المفتاح بس اخده من عمه، من ورا عمه وهو نايم، وخد عربيه عمه وخرج بيها. ايوه بالضبط. فهذا انا اعتبره انه لا، خروج على قوانين البيت وبيؤدي للخطر اللي له. هنا بلش انه اه يتمرد بطريقه، لانه انا في عندي قوانين ضابطه، ما بصير انه هاي اترك عنها، لانه لو شافك شرطي واحد اثنين ثلاثه مش بس حيخالفك، لو عملت حادث شو بده يصير فيك كذا. في ابعاد. هون بيجي دور الاهل في توعيه هاي الفئه. كم مم. انت تجلسي مع ابنك، او كم الاب يجلس مع ابنه، كم يعطيه مساحه من الراحه، من التعبير، من الهدوء، من استشراف المستقبل. كم يعطيه انه ان شاء الله انت بس تكبر حتسوق وحتصير سواء ماهر، وحتزهق من السواقه وحتعمل كذا. يعني الامور قدامك، الحياه قدامك كذا. بس هلا مم. في عندنا قوانين ما بنقدر انه نيجي على هذه القوانين. هاي قوانين صحيه بتحافظ على صحتك وبتحافظ على الامن عندك لما انت بتطلع. ما بتدعس حدا لا سمح الله تتورط وتقيم وتحط بالظبط نفوس قدامك وناس بالظبط. وعالم. يعني كل هذه الحوارات لازم تكون مفتوحه بايا كان من هاي الاشياء. نيجي على مم. الاشياء البسيطه اللي هم بيحكوا عنها الناس، ولو انها مش بسيطه. بعرف بحق الام اللي بتكون مثلا عندها قيم، وهي تلاقيها عامله ايوه. وتعبانه على ابنها، فجاه اه. ابنها قص شعره، شرح بالبنطلون من تحت شويه، عمل له شويه ايوه. حركه. يعني ايوه. انا ببشر وبقول لك هذه فتره بس مؤقته. اذا انت كسبتي ابنك مم. وجبتيه لعندك واخذتي منه يعني كيف طريقه في الاقناع، مم. وركزتي على العقل وعلى العاطفة مش على جانب. والفكرة اللي عندنا أنه إحنا ما بنقدر نوصل لابننا مرات مهارات. يا إما مم. بنركز على الأمور العقلانية، يا إما بنركز على الأمور العاطفية، وشوفوا شو بدهم يحكوا عنا الناس وإنت كذا. بصير يحس إنه هو جايب العار لأهل البيت. اه. اه، هو بقول هيحس لك ان أنا اللي هو جايب جايب لكم العار. العار للبيت، واهله أنا هيحسوا ان بلا مني هم يعني، خليني. مستعارين منه. ايوه بالضبط. اقول لك انا جايب لكم العار، معناته انا هذا، انا معناته كمان عنده هو شعور انه غير مقدر، وكمان جايب عار. فبالتالي ايوه. لو طلعت من البيت وغبت ورحت واجيت، لو هجيت، لو اخذت بيت لحالي، بالتالي بصير يدور على اي قانون. ممكن انه بعد السن ال 18 انا استقل. ممكن بيجوا عندي مم. بنات بيقولوا لي انا ما مصدق يصير عمري 18. انا بفكر شو فيه. بتقولي لا، عشان مم. بصير انا ممكن انه اروح لحالي واستقل. طب قلت لها كيف بده يصير العيون عليك؟ انت بدي اعطيكي مثال بسيط. بس انت استقليت وقعدتي في بيت لحالك، ايوه. تمام؟ مم. بس تمام. حرامي اجاكي بس وين بتكوني؟ بديش اكثر من هيك. ما مم. بدي احكي عن علاقات، ما بدي احكي عن حدا لحقك بالشارع، ما بدي احكي عن حدا اجى بده لا سمح الله يتعدى عليك، يتحرش فيك كذا. اه. بدي اه. احكي لك بس حرامي. تقولي هي؟ مم. قلت لها طبعا بالله. هاي الاسره الامنه هي اللي حضنت كل هذا الشيء. بس الاسره عشان تكون محضن بالتأكيد. امن بالتأكيد. لابنائنا بدها شويه مهارات، بدها شويه طولة مم. بال، بدها نفس زي ما بقولوا. مم. طيب احنا هنتكلم ناخذ على نفس. النفس، النفس اللي دايما